انتم يا شباب، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكويسين. عايزك تخلي بالك من الفيسبوك واللي بتعمله. عايزك ادخل معاك كده على الفيسبوك. هوريك حاجه غريبه قوي. هوريك ان انا بيظهر لي حاجات زي اللي انت شايفه ده. بلد الغريب بيقدم اكلات. انا عمري ما عملت فولو ليها ولا اعرف عنها حاجه. مين سيف محمد ده؟ مكتوب جنبه كده او تحته suggested او ان انت مقترح ليك. ايه الكلام ده؟ ازاي تظهر لي حاجات زي كده وانا مش مشترك فيها؟ ايه الصفحه دي؟ ايه الصفحه اللي تحتيها دي؟ ايه اللي بيحصل في الفيسبوك؟ الحقيقه الفيسبوك بترخم الحقيقه، وبتخليك يعني بتقترح عليك حاجات انت مش عاوزها، وبتخلي اصدقائك اللي انت اصلا فريندز عندهم ما بيظهرولكش. هي بتظهر لك الحاجات اللي على مزاجها. قال ايه؟ بناء على الذكاء الاصطناعي. بس هي مدياك اوبشن ان انت تلغي الكلام الفارغ ده. هنعمل ايه بقى؟ هتدخل على السيتنج. الترس ده كده لو انت بالعربي هتلاقيه على الشمال. هتدخل على حاجه اسمها في هنا اسمها نيو فيد، اللي هي علامة العلامة دي كده. تمام. هتدخل تحت اسم ريديوس او التقليل بالعربي، اخر اختيار. وهتدخل على اول واحدة اللي هي لو كواليتي، او اللي قدامك دي لو كواليتي كونتاكت. وهتختار اول حاجة دونت ريديوس. تمام. هتخرج وتنزل تحت ار اون كونتاكت، نفس الكلام. هتعمل دونت ريديوس وتعمل طبعا سيف. طبعا انا لسه عاملها عشان كده لسه ما سمعتش عندي. ولازم تعمل الخطوات دي ليه؟ ببساطة لان هما ببساطة بيخلوك تشوف اللي هما عاوزينك انت تشوفه، لكن مش اللي انت مشترك فيه. فالحقيقة لازم المشكلة دي نكون بنحلها بشكل بسيط. اتمنى ان أنا قدرت اكون فدتكم. لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعل زر الجرس. لو احتجت اي سؤال انا مستنيك تحت في الكومنتات. تحياتي ليكم.